أنا الفوطة الصحية وراني عييت بهاد الأخطاء اللي كديروا فيا، واليوم جيت نعطيكم نصائح كيفاش تستعملوني باش ما نضركمش. انا خصك تبدليني كل 3 ساعات، ماشي غير تشوفيني نقيه وما فياش الدم تقول لي صافي ماشي مشكل، غير خليها. الرطوبه والحراره اللي كاينين في بلاصتي راه كيخلوني نولي مصنع ديال البكتيريا، وغنولي دايره ليك مشاكل والتهابات. ووقت النعاس ديري الفوطه الليليه كتكون طويله وما تنعسيش بالعاديه، حيت الا ما بدلتيهاش غادي دير لك الفطريات والريحه الكريهه. وبقات تبدلي الملابس الداخليه مره في النهار، واخا من الاحسن كل ما بدلتي الفوطه تبدليهم حتى هما، حيت كتبقى فيهم البكتيريا وغينقلوها للفوطه جديده. وعافاك بقاي حطيني وسط حوايجك، ما تخلينيش في الدوش، روخه مسدوده كنمتص الرطوبه وكتصدقي دايراني وانا ديجا شبعانه ما. وضروري تغسلي يديك مزيان قبل وبعد ما تبدليني، حيت كاع البكتيريا غادي تلصق لك في يدك، لذلك ضروري من النظافه. وانتي اختي اللي كديري فوطة فوق فوطة، واش شوية لباس كتقولي غنزيد من الحماية وما غيكونش تسريب، راك غير كتخربقي. هادشي غيزيد الاحتكاك ويقدر يسلخ لك اللحم وتجمع البكتيريا والريحه الكريهه. لبسي فوطه وحده وبدليها كل 3 ساعات. وفاش تبغي تشريني عندك تاخدي الفوطة المعطرة ولا فيها الريحة، حيت كدير حساسية للجلد وكتهيجو وكدير الفطريات وبزاف المشاكل. انا كنقول لك هادشي ماشي باش نحرجك، لا بالعكس، انا كنقول لك هكا باش نحميك، حيت هاد المنطقه كتكون ضعيفه وقت الدوره والمناعه ديالها كتقلال. اي اهمال منك واخا يكون بسيط يقدر يدير لك مشكل كبير. ايوا كوني تسمعي الهضره وهنيني عافاك. الا عجبك الفيديو ديال جيم واشترك في القناه باش يوصلك الجديد ديالنا وتشجعونا اكثر، وخلي لينا شي كلمه زوينه في التعليق. السلام عليكم.